السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المساء الجميل، في ليلة شتوية باردة دافئة بحضوركم وبحضور شاعر مبدع وجزل له بصمة واضحة وباقية في الساحة الشعرية، الشاعر القادم عجان الرشيد. يا مرحبا يا ابو نايف. الله يبارك فيك يا ابو طلال، مساكم الله بالخير جميعا. بداية احب اشكر المسؤولين على هذه الامسية بالتعاون مع الشريك الادبي مقهى حبات القهوة، وشكر خاص للبطال الشاعر والاعلامي مهدي يعقوب. اعذروني على الصوت لان تقلبات الجو، تنقل من مدينة إلى مدينة. حقيقة لا يمكن أن آتي إلى تبوك إلا بقصيدة تعبر عن مشاعري تجاهها. جيت معاي القوافي والوله والشعور، جيت معاي القوافي والوله والشعور، وازكى التحايا وباقات الورود الحمر. جيت احمل المسك والعنبر وفوح العطور، في شعري اللي لا منطل مثل القمر. انثر من الشعر وردي في حبور وسرور، على تبوك وتزين به طوال السمر. يا قطعة من بلدنا لها قبور وحضور، يقطف لها الشعر فاكهته وتامر امر. نادت تبوك، نادت تبوك وبدا الهاجس يغوص البحور، ويعانق اجواءها وهتانها المستمر. لي مع هواها مواويل وحكايا ودور، ولي مع جماهيرها شبت قصيد وجمر. اقطف من فياض ورياض القريض الزهور، واحفظ ضلوعي لسمرتها وشب السمر. هذه احاسيس شاعر فاض منها الشعور، وعلق على جيدها طوق الورود الحمر. وسلامتكم. صح الله لسانك، صح الله لسانك شاعرنا، وحنا صح الله لسانك شاعرنا، وحنا اللي تشرفنا بقبولك هذه الدعوة وحضورك لمنطقة تبوك، وهذه القصيدة النابعة من قلب شاعر محب، فيها كثير من الصور الجميلة اللي تشد الانتباه. شاعرنا عبد الله عجان شاعر شارك في عديد من البرامج الشعرية مثل فرسان القصيد وشاعر الساحة، وأطلق عليه كثير من الألقاب، من ضمنها شاعر الدليل السياحي وشاعر صخرة عنترة وشاعر العنوان، وهو جدير بهذه الألقاب التي يستحقها بجدارة. ايش تبغى تسمعنا؟ احنا متعطشين للشعر، نبغى نسمع النص الأول مما تختار. تبشرون والله. بس نبي نسمعكم جديد لم يسبق النشاط، وتستاهلوا. تستاهل الطيب، هذا من طيب حظنا وحسر لتبوك. الله عليك. قصيدة بعنوان الحكاية. ورى مثار المعضلة بان ما بان، ورى مثار المعضلة بان ما بان، وتكشفت بدري القاصي ودان. تنعق على وقعاتها اسراب غربان، وتفرح بها كلاب العرب والحصان. سنين مشغلهم بالافعال ذيبان، وقاهرهم بمجده وسيع القطان. ما يخرج من المعركة غير كسبان، ولا يحقق الا المركز الاولاني. واليوم خلف سياج واسوار
قضبان وملقي عصاه ابن الحصان مكن عنده منها للعرب عربان كنه الحالة جالس بهالمكان يا شهر ذي الحجة قل شهر شعبان منتهي قصير يا طويل الزمان والوضع مزري ومتدهور وغلبان وخبر بها عيد الفطر ورمضاني وحكاية ما لم تكن بي حسبان تحمل بجعبتها وحكاية ما لم تكن بي حسبان تحمل بجعبتها دروس ومعاني سارت بها الركبان من خلف ركبان ومعاد ناقصها سوى الأصفهاني يسوق سيرتها بتفصيل وتبان بكتاب أكبر من كتاب الأغاني تاريخها يبقى شيب وشبطان وتروى من أهل الفكر بالمهرجان يلقى بها من حدها الوقت مزبان ولا زبن يشر لها بالبناني ولا تقفلت بوجيها الأجواد بيبان تفتح لهم بيبانهم بالثواني ولا تقفلت بوجيها الأجواد بيبان تفتح لهم بيبانهم بالثواني مهيب من تاريخ كسرى والاسبان بل عربيه بالفكر والبيان ولهيب نبتة دير واوهام رهبان نبتة هل المسجد ورفع الاذان ولهيب محتاجه تزلف وقربان محتاجه تقوى وصبر وتفاني منها يعيش وينتشي كل تعبان وتبرى جروحه عقب ما هو يعاني ويضرب على نغماتها كل طربان لو ألفت ويضرب على نغماتها كل طربان والحانها ترقص عليها الغواني ويهدى على موالها كل غضبان لو ألفت بين الشعر والأغاني هذه الحكاية لم تكن بي حسبان لكنها تحمل دروس ومعاني. هذا النص النابع من تجربة شعرية عميقة ونبغى نرجع شوي للتجربة الشعرية من البدايات وتأثير يعني الشاعر دائما ابن بيئته ويتأثر بجميع المكونات الموجودة حوله سواء كانت شعور أو حتى آثار تاريخية أو مواقع أو أماكن. شعر صخرة عنترة كيف كانت حالة مؤثرة في تجربة الشاعر عبد الله عجاج؟ حدثنا عنه. بالنسبة لأي منطقة من مناطق المملكة أو بالخليج أو بالعراق أي منطقة لها أثر بالغ على الشاعر سواء كان من مناظرها أو من أشياء أخرى. فبالنسبة لمنطقة حائل طبعا الشاعر يستلهم قصائده من الجبال من مناظر الجبال يستلهم منها الثبات والشموخ من السهول والفياض يستلهم الخير والعطاء من الصحراء يستلهم القوة والتحدي من الأودية يستلهم الخير والأمل إلى آخره. فأنا أتكلم عن مناظر حائل بالتحديد هي لا ترى بالعين بل تقرأ بالقلب. نعم. بالمناسبة هذه طبعا عندنا جبال. أنا كتبت قصيدة عن جبل أثقب وسبق وأنا لقيتها في مسيرتي بتبوك قبل أكثر من 6 سنوات لكنها ليست محفوظة لدي الآن. فممكن أن نعوضها بقصيدة تتكلم عن حائل. نتشرف نسمعها. شوقي الحائل شدني للكتابة. طبعا القصيدة هذه هي كتبت على بحر مسحوب لكنها كتبت بطريقة أخرى تحمل 4 قوافي كل شطر له قافيتين. شوقي الحائل شدني للكتابة وازدادت أشواقي لدار الشمال ومسيت خايل البرق نوى السحابة وفضضت الأوراقي حديث ارتحالي بالقلب شايل العروس الصبابة ولها بخفاقي غرام خيال
ينشد وسائل واتحرى الإجابة وعجزت لا ألاقي جواب السؤال ماني بدايل وين حضرة جنابه بقول وش باقي ذيك الليالي الهم زايل والوصل ينهى قابه ونطور افراقي بلاقي وصالي غصن معي المنثني وسط غابه يتهيض الساقي يثمر ومالي ورد الخمايل وانت فيكم تشابه يسيد عشاقي وروحي وحالي وان كان حالي تستحق الكتابه تبقى ند اوراقي من اول ثاني. سلام. صح الله لسانك. شاعرنا عبد الله في هذه الأجواء الشتوية احنا دائما نبحث عن الكلمة الدافئة. هل في نص مثلا غزلي أو عاطفي تعطر فيه مشاعرنا؟ والله الغزل كثير وانا صراحه عندي كم هاي من الغزل، لكن انا توقفت تقريبا 4 سنوات. طبعا هذه العوده من خلال امسيه تبوك. انا اتشرف بعودتك للساحه الشعريه من الشرف لي منصه الشريك الادبي مقهى حبات القهوه منطقه تبوك. هذا شرف لنا وفرحه للجمهور الشعري. الله يعينك، والله انا اللي اتشرف حقيقه. لكن بقول اللي في الباب. يا حمامه صوتها يجبرك للاستماع، الشجر لا من تغنت تطير طيورها، ليتها ما غنت الحانها وصار الوداع. كيف انصاد وسط القفص عصفورها صوبت صابني سهم العيون الخطيرات الوساع، ما دريت الا وانا غارق ببحورها، عينها اليمنى الى من رمت صابت بساع، وعينها اليسرى ما تجبر كسر مكسورها، صوبت قلب لشاف لها دب ما هو شجاع، فيه نقطة ضعف لا ناظرنه حورها، باغتتني بالسيوف الشطيرات الجياع، ما يشبع نونها الا قتل مأسورها، قطعتني يربا ومن دون اي داع، والفرس مدت يديها ومت بكورها، مت موتت من تأثر بجرح، ولا استطاع انه يقاوم هدبها ويصبر غورها، مات قلب من هواها يلوح بالوداع، ونشبك داخل قفص حبها عصفورها. سلام. نص جميل وتوظيف للعصفور الحب بهذه الصورة ما بين اللطافة والمشهد الدراماتيكي لإصابة هذا العصفور. احنا الآن ما نبغى نص من عندك، ما نبغى نطلب. احنا طمعانين يعني نبغى نسمع، والجمهور متشوق ومتعطش لسماع المزيد من نصوصك الإبداعية. قصيدة خفيفة فيها فكاهة نوعا ما. يا ليت لك عندي سلف، يا ليت لك عندي سلف أو واحد من والديك، ما هو عشان أفتح ملف معك وفي القصد احتريك، عشان لا ما بغيت ألف وأجيك وأسير عليك، والدرب من عقب الصرف يخضر ويودي إليك، وأشوفك بلي تلف وأكحل الأحيان فيك، وأقول ما تبغى سلف ثاني وكل أسبوع أجيك. سلام. صح هذا عذر من شأن أجيك. النصوص أبدا عندك المايك. طيب هذه قصيدة جديدة بعضها. لا خلاص انتهينا. اعذروني على رداء الصوت. هامل فكر في وادي كلها أهوال، واد سحيق معبر
له حيفة، واد النهول يشيب بروس الأطفال، مناظره وفجوج دربه مخيفة، لبست الأهواله وممشاها سربال جو انضم بردها وصيفه، بيديني أغلال وبرجولي أغلال غريب من بين الجموع اللفيفة، والمدخل النادر ما هو بي مدخال تحتار فيها أصحاب الأريا الحصيفة، مدخال من ثيابه جديدات وسمال بين الكرافتة وبين القطيفة، ببدايته صوبت من سهم قتال خجسها معوج الضروع النحيفة، من ضبية في نونها حرب وقتال، منها زرقتني بالسيوف الرهيفة غزالة، منها زرقتني بالسيوف الرهيفة، قامت تشكل لي على كل الأشكال، غزالة تسبي القلوب السخيفة، ترقص وتلعب لعب مع كل موال، والليث ما جت له على كيف تحكمت وانهت على كل الأعمال اللي نفرقت بين والوليفة علميبها ما بين وديان وجبال، في موقع برقه يشح بقنيفة، هي انكفت يمه وانا دربي شمال، محاصل اللي عقب ضربها نكيفة، هطوي سبري تلخرى واطرد اللال، وادخل متاهات الجبال المنيفة، والقى على دربي تماثيل وامثال ودروس واحكام وتجارب كثيفة، في معزل ما كان يطري على البال، خف حاجة فيه ما هي خفيفة، يستنبه العاقل مع اللي به بال، ويسج عن واقع حياتها الطائفة، حملة ثقيلة في معزل ما كان يطري على البال، خف حاجة فيه ما هي خفيفة، يستنبه العاقل مع اللي به بال، ويسج عن واقع حياتها الطائفة، أصبح مقرا لي ومدهل ومنزال، وأصبح مقرا لي ومنزال، والهم طول قامتي مستضيفة، حملة ثقيل أثقل من أشد الأثقال، مكان رعب أوقات يومها عصيفة، كنا على مفرق طرق قبل تحتال عفريتة الإنس العجوز الكفيفة، الله لا يبقي لها أحفاد وعيال، وجعل المصايب بينهم بالنصيفة، والطعنة اللي غرست الظهر رجال، هذه فعول أهل النفوس الضعيفة، ما بي كلام ولا سلام من الأنذال، نظيف لساني ويدي نظيفة، لا سلم الله كل مغرض ومحتال، ولا جمع الله كل كلب بليفة، الشمس ما تحجب بمنخر وغربال، والليل مزنه مختفى من رفيفة، كلش غدا واضح على كل الأحوال، اترك علوم الجارية والوصيفة، تبي تزين وينجلي كل غربال، وتبرى الجروح الكايدة والطفيفة، ويبي يعود الحال لو حال ما حال، وتهب نسمات الليالي اللطيفة، ولا عاد يبقى منها غير الأطلال، مدام قصة سالفتنا شريفة. السلام عليكم. صح الله لسانك. وهذا من القصائد النفس الطويل اللي صراحة مع مواقع السوشيال ميديا صرنا نفتقدها، يعني أغلب النصوص الآن لا تتجاوز 10-12 بيت، لكن ما شاء الله نص يتجاوز 20 بيت. صح الله لسانك. هذه قرابة 30 بيت. والله أنا ما عديت بس يمكن راسب الرياضيات. طيب على طاري الكرافات اللي ذكرته، أتذكر في نص عن النيل اتخذنا مع الكرافات رحت مصر، أتذكر نص قديم هو في موجود، لكن إذا ما تحفظ منه لو بيتين نبغى ما حضرته. إذا تبيني أدورها والله أبد على راحته، إذا ما أنت حاضره أو مو موجود حنا بس مثل ما يقول الحديث الشيء لكن إذا بعد وقت لا أجل سمعنا تقهوك ترى محبية
نرحب بالجميع مرة أخرى، بجميع الشعراء والضيوف والإعلاميين والإعلاميات والشاعرات وكل من حضر وأثرى هذه الأمسية بحضوره، تقديرا وإكراما للضيف وللشعر. أبو تميم أتوقع القصيدة فكاهية جازت لك. ترى شاعر فكاهي. كل شعر جاز ما شاء الله. الله شاعر اعتز فيه. لكن لكل قلب مفتاح. نحتاج فترة عشان نحصلها، لكن نبي نعوضها. معذور، أنا طرحت شيء خارج يعني الدائم من الشاعر يحضر بعض النصوص الأقرب إلى قلبه. وعليكم السلام. لكن احنا حريصين ان نسمع. انا تذكرت هذه النص القديم عن النيل، اتذكر كنت يحاكي النيل ويشكي له بعض الهموم، وكثير من الشعراء تغنوا في النيل ولما له من رمزية جميلة في الشعر. نعود للشاعر عبد الله عجان وسمعنا شيء من اختيار. نعودكم قصيدة جديدة. نرحب بالجديد. احنا طبعا اليوم محظوظين ان الشاعر بعد غياب 4 سنوات عن الساحه الشعريه قصائده الجديده يعرضها ويسمعها لجمهوره في منطقه تبوك مع الشريك الادبي مقهى عباد القهوه. يا مرحبا. هذا شرفي. يقول: يا هندا مسقط بيدك وتحيرت، يا هندا مسقط بيدك وتحيرت، حلك ندور عنك حلنا بداله، نكفيك عن كل الأوادم إلى صرت معاك تسوى شيء في كل حاله. اليشرى أبت رؤوسهم لك تطيرت، وتتشائم من أبنات شيء وتخاله ضدك، ولا خلتها بعينك تصورت ان علتك عله وحالتك حاله، ان علتك عله وحالتك حاله، وليستقرب كنوى ثم قررت، شاور رجال العرف خل الحثالة سرعان ما تنصاع للعلم دورت، لك مخرج يوديك درب الجهالة، وسرعان ما تتواضع إلا تكبرت، وانت الوضيع اللي على الناس عاله، ونقول للي في بحر عمره أبحرت، يا من شراله علة من حلاله فرشك وثير، ولا شقيت وتخسرت، وعن ما يكدر خاطر الناس داله، توك بريعان العمر ما بعد سرت، في لاحب تعرف الحكم من خلاله، ولا قرض مرجع كالطوى، ولا تكدرت ولا طفت لك في ظلامك ذباله، ولا صكتك بقعه ومنها تحسرت، ولا حولت صكاتها لك حواله، وانا من سنين الليالي تدهورت، وشربت كاس الهم حتى الثماله، اطوي سباليت الخلا ما تقهقرت، واصبر على وعث السفر واحتماله، ولا انكتب عهدي الى من تحررت، من همي اللي لا تعقد احباله، دعيت ربي واستخرت وتصبرت، وسالته ولا خاف من هو لجاله، يفرج هموم من سببها تداورت، ويحلها الحلال جل جلاله. سلام. صح الله لسانك. ويأخذنا الحديث معك، والحديث جميل وقصائد ممتعة نستمع إليها. نظرتك عن سؤال عن تجربتك في البرامج والمسابقات الشعرية، وكيف أثرت في عبد الله ما قبل المشاركة وما بعد المشاركة في تلك البرامج. بالنسبة للمسابقات الشعرية بشكل عام،
هي أول شيء متعبة، هذه في البداية. أما أنا بالنسبة لي أنا لي عليها نظرة. مجملها أول شيء تعتمد على التصويت، والشاعر إذا كان ما عنده تصويت هذه مشكلة. برضه تعتمد على المحسوبيات والوصلات. أكثر من مسابقة سمعنا عنها أنها لديها محسوبيات ووصلات، وأغلب الشعراء اللي تأهلوا كان عن طريق هذه الوصلات. فهذا ظلم وإجحاف للشاعر. يعني إذا كان الشاعر لا يملك معارف ولا يملك واسطات ولا يملك جمهور غفير ما راح ينجح بالمسابقات. أنا شاركت في أكثر من مسابقة، توفقت في بعضها وأخفقت في البعض الآخر. احنا ما نسميه خفوق، هو نرجع للأسباب. التصويت، الشاعر يقدم نفسه للجمهور. أخفقت من اللي تكلمت عنه، التصويت. نعم. طبعا شاركت في مسابقة الدين السياحي في شاعر المعنى، ونلت المركز الأول عن قصيدة صخرة عنترة. كذلك شاركت في مسابقة فرسان القصيد، تأهلت إلى النهائيات إلى 24 شاعر. وشاعر العرب في الكويت برضه وصلت إلى النهائيات. كذلك مسابقة شيخات القصيد في الرياض وصلت إلى النهائيات. المسابقة اللي ما وصلت لها شاعر مليون، رغم أني شاركت فيها 4 مرات إلا أنه لم يحالفني الحظ للتأهل للنهائيات. والسبب كما قلت، وبرضه يعني شاعر مليون عليه ملاحظات كثيرة. أغلب ما نقول أغلب، يعني بعض من الشعراء المختارين للمسابقة للنهائيات عندهم تجد عنده كسور. يعني يستغرب كيف شاعر يتأهل للنهائيات وهو عنده كسور ولا يعرف يوزن النصيب. فهذه هو أي برنامج يعتمد على التصويت حيجحف في حق الشعر قبل حق الشاعر. نعم. يعني الشعر بذات بحد ذاته قد يجحف فيه بسبب موضوع التصويت بالذات. صحيح. هل بعد ما تنتهي من المسابقات هذه، هل سبب وقوفك هو التعب؟ انت قلت متعبة للشاعر. هل ممكن، لأن كثير من الشعراء اللي شاركوا في البرامج وكان لهم ظهور جميل وتوقفوا بعد البرامج، هل استنزفوا طاقتهم؟ أنا أقصد المتعبة أن يحس في نفس الشاعر أن يرى شعراء أقل منه مستوى متأهلين وهو ما تأهل. هذا هو التعب الحقيقي. هو أي برنامج إن أنت خسرت وتحملت وسويت، وآخر شيء سهر وتعب وسفر، وآخر شيء تجد ناس لا تستحق التأهل. هو وما نيل العلا بالتمني، ولكن تأخذ الدنيا بلاء. أي لازم أنت تتعب على أي شيء. ممكن تجتهد والتوفيق بيد الله. صحيح. التعب إذا كان تعبت ونلت ما في مشكلة، لكن إذا تعبت ولا سويت شيء هذه مشكلة. نلت شرف التجربة. احنا الآن لكن خلينا نتمشى. احنا بس سمعت صخرة عنترة اللي فزت فيها. هذا اللي يطلق عليك لقب دليل سياحي ولا؟ نعم. طبعا كان أصبحت رمز القصيدة هذه لصخرة عنترة ومنطقة حائل وعين الجوى، رمز أصبحت هذا القصيدة اللي راح نسمعها الآن هي رمز سياحي لهذه المعلم التاريخي في القصيم وتحديدا بعيون الجوى. إلى صخرة العبس شد القصيد إعنام، فرس هاجسه ويغني من أجمل أبياته. هنا الصخرة اللي ثابتة طيلة الأزمان، مغير ملامح الزمن باختلافاته. سنين الدهر مرت عليها وثرها بان، ولثر عليها الدهر وانهى كتاباته. مضيع غرام أحبابها راوي العربان، بقت للغرام أجمل غزل في رواياته. هنا يلتقي عنتر بعبله والهان، ويرتاح تحت ظلالها مع هواداته. وهنا مربط الأبجر حصان عن 1000 حصان، يدوس الحروب وتنتهي
وسجل لنا التاريخ قصة بطولاته. هنا تكلمت دار الجوى بروع القيفان، واسم عبله انضاف ورسخ في كلماته. إذا حلت بدار الجوى وانت بالصمان، وقوفك بها كالماكث الحاجة جاته. إذا فاسألي خير المعارك عن الشجعان، ويخبرك من شاف الوغى عن نهاياته. وهل أبقوا الشعار معنا لحد من شان، تكون المعاني كاملة بين طياته. ذكر صخرتك عنترة يغري الأوزان، وبها الشاعر يغني ويهدي له أبياته. سلام. صح الله لسان، ما خلوا الشعراء كافٍ من غني إلا اعتراضه عنهم ما تخاف. الشعراء في كل وادي يهيمون، فهم تجدهم في كل، حتى في أبسط الأشياء التي تبدو للمشاهد العادي أو إنها شيء بسيط، ممكن تصنع الدهشة لدى الشاعر وتكون ملهم، يجد فيها محفز للكتابة. شاعرنا الجميل عبد الله ما زلنا مستمتعين وطمعانين بعد بالقصيد. ايش محضر لنا؟ بسمعكم قصيدة بعنوان قارئة الفنجان، كتبت من نسج خيال ولا تمت للواقع بأي صلة. يا قارئة لا تقرأي الفنجان، يا قارئة لا تقرأي الفنجان. فنجان يعرف منتهى أسراره، قالت تمهل لا تكن عجلان. وفنجانك اسمع تالي إصداره، ويوم اضربت فنجاني المليان من البلاوي. قالت الجارة من عذبتك وخلتك حيران، واصبحت وسط الحزن وسواره. تاره تضيق من أقرب العربان، وتشفق على من عذبك. تاره وحل القهر والهم والأشجان، والضيقة اللي تسعد الحارة. يستبشرون بهمك السكان، وكل يسوي أفراح في داره، وخصوصا الأقراب والصدقان. كل لجل موتك شعل ناره. يا قارئة ما صار وكان، واللي جرى من الوقت وقداره. هل في شيء الآن وقته حان؟ قالت من اللي صار محتارة، 6 نساء جمعهن الشيطان. ما فيهن اللي تحمل بشارة، ما يحملن إلا هموم إنسان. مكارة ترضخ المكارة، هذا لأن كلنا الغزو تشن له غارة. يا قارئة ما صار وكان، واللي جرى من الوقت وقداره. هل فيه شيء الآن وقته حان؟ قالت من اللي صار محتارة قلبك، وخذته منك غصن البان. وراح العمر وازهاره، وصارت حكاية ما لها عنوان. واستأصلتها سنين دواره، وضاع المغرم الولهان. ولا دلها تسمع ولا ساره، والليل وبحور الشعر والجان والعقل والتفكير وصراره. ينادمون طيلة الأزمان من خلف صور الجرح وجداره. عشقك العبقرك أوجد التحنان، حتى اسفرت عنه كم زيارة. مارد يحكمه خاتم سليمان، وشاعر قصيدة يسبر أغواره. يدخل بغباته بلا استئذان، ويظفر بداناته ومحاره. يا قارئة ما صار وكان، واللي جرى من الوقت وقداره. هل فيه شيء الآن وقته حان؟ قالت من اللي صار محتارة، من يوم ما نجمت حتى الآن. ما شفت بالعالم وبمصاره، ما شفت مثل أحزانك أي أحزان، ولا مثل هالفنجان وأبراره. يا قارئة ما صار وكان، واللي جرى من الوقت وقداره. هل فيه شيء الآن وقته حان؟ ودك تقولينه محتارة. قالت تبي تعرف الذي ما كان؟ قلت الله اللي يعلم أسراره. قالت خلاص وما ذكر
من شام تحذر من الوقت ومن أمراره يا قارئة، ما به جديد بان جميع ما قلت يعرف أخباره، ما قلت لك لا تقرأ الفنجان ترى يعرف أنت أسراره. سلام. صح الله لسانك، سلفية جميلة في قصيدة طويلة النفس. يعطيك العافية وصح لسانك وصح صوتك. ولو ما قلت انها قصيدة وحي خيالة بقول هذه بعد قصيدة القرفطة والنيل رحت سوق الحسين. بس الحمد لله انك قلت انها من وحي الخيال. لا من وحي الخيال. ودائما الخيال اجمل واعلى واغزر. وفي برضه قارئة الكف برضه من نسل الخيال، اذا تبغون نسمعكم. احنا مستمتعين. يقول السالفة ما وصلت قراية الكف ولا جيت لجل احط يدي بيدك، السالفة من دون ما تدور وتلف سهرة غرام ولو على اطراف حدك. شوف كيف سويت المعاليق وشوف كيف الهوى جاك وخطط منك ودك، صحيح غريت الخفوق ولكن زف، وصحيح زينك من غرورك يشدك، وصحيح نهرك ما نضب عذبه وجف، وبحرك غزير ويابه انسان قدك، وقدمك من خفك ما تعطى على الخف، وخصرك يسولف للنحافه بقدك، لكن فكرك عن مساعيه ما كفوا على متاهات الخط اصبح يحدك. هنا كتاب الرف مرمي على الرف غريب لكنه وحيد ويسدك، وهنا اللي راع بجانب الناي والدف خلص وهو ما باح للناس سدك. مانيب قايل قف ولا قايل ان وف، ولا نيب في صفك ولا نيب ضدك، اشرب كؤوسك مالي بشربها شف، حتى ولو فمي لتمصحن خدك، كاس الطلا من جمرك قو وخف، ولد من جو براحه يمدك، اترك مفاهيمك وتفكيرك وصف نيتك مع قلبك بهزلك وجدك، ولو ان طرفك له زمانين ما رف ما ظن ينبي عن وصالك، وصدك اخذت كل الصف وادخلتني صف، ورحت وجعل دربك علي ما يردك، ولعل قلب راح في دربك وهف، من ضمن عشاق الهوى ما يعدك. ما قلت لي وينك عن قراية الكف ويدي طوال الساعة بوسط يدك. صح لسانك، قافية مميزة ما يجيبها الا شاعر متمكن من ادواته الشعرية. احنا نترك الضيف يرتاح شوية. ما شاء الله القصايد طويلة المدى. انا اول قبل التوقف كان ما عندي اشكال لمسيات طولها، لكن بعد التوقف اكتشفت اني الحين لنا 45 دقيقة اكتشفت اني كان لي 3 ساعات. هو دائما هذه يسموها اللياقة الشعرية، مثل ما في اللياقة الرياضية في الحضور في التواجد، وان شاء الله ان مثل ما يقولوا تنذكر وتنعاد، وان شاء الله نشوفك مستمر في الساحة الشعرية. صراحة أنا شخصيا سعدت جدا يوم أبو نايف رجع يظهر في السوشيال ميديا مرة ثانية. يعني والله من الناس اللي فقدتهم في الساحة الشعرية، لأنه كان يجمعنا ملتقى شعري قديم قبل تقريبا 5 سنوات أو 9 سنوات، وأحيينا أمسية في تبوك وحضرها كانت في مسرح المكتبة العامة. وكذلك يعني كثير من الشعراء بالنسبة لهم معروف أبو نايف، من ضمنهم محمد الثوعي اللي أرسل لي على طول وما قلت الضيف عبد الله عجان أرسل. ونعم والله تشرف بحضور الجميع. الله يسلمك. احنا ناخذ جزء من الحديث نخليك تلتقط بعض أنفاسك عشان ترجع تسمعنا. اختار، تبغى النص الأخير، تبغى نستمر؟ أبدا. طيب. يقول يا هاجسي والشعر هالوقت، يا هاجسي والشعر مانيب محتكره، يا هاجسي والشعر مانيب محتكره، لكني عليك شانه وارتفع شانه، سكرت قصيدي معك
في منتهى السكرة، سكرة شعر تختلف عن سكرة الحانة. من قبل اكتب وانا عيني على الفكرة، ادلع الشعر بالفكرة وقيفانه، من فكري يفذ معنى الشعر مبتكرة، اقسى من اقسى الجناد قوة اوزانه، نزف القلم ينهمر بالشعر ويحكره، ويحكي معاناة شاعر هب شيطانه في لبة الطرس، توقيعه مع شكره يخص به من حكم قافه بميزانه، يا حرف شعري ويا عقله ويا فكره، خلك من الكاشح الرعديد واخوانه، يبدو لي الوضع سيء والزمن يكره، اللي تقهقر وهو في مبتدى زمانه، العلم له طالبه والحر له وكره، والطير يترنم ويشدو من الحانه، غنيت للشاطئ وقلت الوعد بكره، يا عاشق البحر والمحار والدانه، خرجت عن طوري وهمل ولا افتكره، والبحر بهماسه ودره ومرجانه، واللي على البال يا صبح المساء ذكره، عندي تحفظ على اسمه واسم عنوانه. سلام. صح الله وسلم. بعيدا عن النصوص طويلة المدى اللي يقدمها الشاعر، كذلك لاحظت ان تستخدم الاوزان الطويلة. هل هذه الاوزان تعطيك المساحة اللي تشوفها كافية لكتابة الابداع لدى عبد الله عجاج، ولا هي تيجي تلقائية من تلقاء نفسها؟ بالنسبة للأوزان والشعر كله، سواء كان الأوزان أو القوافي، تأتي كذا الشاعر القصيدة اللي تكتبها، لكن أحيانا متى يكتب الشاعر قصيدة؟ إذا كان فيه مناسبة ومجبر عليها أن يكتب، هنا يتحكم الشاعر بالقصيدة، لكن أغلب القصائد أنا أتكلم عن نفسي إيه اللي تكتبني. لكن بعض الأحيان موضوع القصيدة يأخذ الشاعر إلى بحر معين من الأوزان، يعني مثلا المدح غير الرثاء، الأغراض الشعرية. عادة اللي يستخدموا الأوزان الطويلة هم اللي يحاولوا يكون عندهم رسم، لأن يكون يعطي مساحة أحسن من البيوت القصيرة، تعطي مساحة ضيقة للشاعر فتكون فيها مباشرة. هو الأوزان الطويلة تعطي نفس للشاعر إنه يتكلم أكثر ويتحدث عن الموضوع اللي يعبر عن فكرته. نعم بشكل أكثر. بينما الأوزان القصيرة يكون نفس الشاعر محدود. أي تحد الشاعر، هذا النقص. نص نختم فيه. نختم بقصيدة جديدة. سنة و7 شهور والهم مركوز، سنة و7 شهور والهم مركوز، قدام طرفي كل يوم وليلة أقضي، لكن الطرف ما والله يجوز، عن نظرته للهم لا جاء يخيله، الوضع مزري وانت بهذل ومهزوز، والصدق متأزم ويومي شليله، اللي يجوز اليوم بالأمس ما يجوز، واللي بالأمس يجوز وعزتيله، غني على غصن فارق يا فيروز، وجري مواويل اللحون الجميلة على لحون على طول، اللي لو يحوز ما يحوز، ما هو كفو للحمولة الثقيلة، ما هو بقادر للحمولة الثقيلة، واستبشري بكنوز وكنوز وعلى ذراع وركبتين ارتكيلة، غني الجمهور العشاشيق برموز، ويفك شفرتها الخليلة العيون من غصن شجرة الموز، ابو العيون الناعسات الكحيلة، اللي مع غدات الايام متزوز على قصونه للشرف والفضيلة، ما بين برق شباط وبروق تموز، فرق كبير طاح وبل المخيلة، ويا ابو وعد لصرت منسي ومقموز، اسمع كلامي لا تدور بديله، الوقت بيحوز على رضا المرجله والفضيله. سلام. الله يسلمك.
قصيدة تفوز بقافيتها بمعانيها بصورها الشعرية. ما شاء الله جميع القصائد اللي سمعناها ذات نفس طويل. فجت ببالي فكرة الآن نبغى نسمع تغريدات، نبعد عن القصائد الطويلة وناخذ تغريدات اللي يجي بالذاكرة. والله بالنسبة للتغريدات والأبيات اليتيمة القديمة يمكن ما تذكر، لكن فيه أبيات يتيمة جديدة. خلنا أستذكر بس. جهز الكاميرا. مهرة قصيدي كل ما يعسعس الليل، تصحى لها جسها البريد وتهجد، وتصب للمظلم عليها فناجيل اللي عليها كل يوم متوجد. لولا القراية بأمها تلكت بكاء، حيلي نفت صبره ودمعي تراكم، لكنها تطفي ورا الصدر بركاء، وصل معاها لين عيني تراكم. يا احبابي اللي صرت انا في خبر كان من بعدكم وانتم بقلبي تراكم، راحت 8 شهور والهم سكان في خافقي واللي بقى يا تراكم. يا سلام. فيها من الشجر أو الجناس، هذه شجر تراكم وتراكم، كلها الأبيات الأربعة كلها تراكم جناس تام بمعاني مختلفة. هذا إبداع الشاعر يتمكن من لغته القصيدة ومفرداتها وغزارة الفكرة. كم لي على جمر اللهيبة تقرب، وانت تجاه الخاف منك مصيوب، تاره تخادعني تقل برك خلب، وتاره توعدني مواعيد عقوب. انت لو قلت لي يا ابو طلال كان حضرتني، بس ما توقعت. هو جمال هذه المفاجأة. ترى العفوية جميلة والله. أنت تعبت الشعراء بالقصيدة الطويلة، فاحنا نبغى نرجع للأبيات حقت السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، بيتين تغريدة. يقول اكتب معاني الشعر داخل مبانيه، واسكب عصارة خبرتي في عيونه، علي صوغ الشعر وانحت قوافيه، وما علي ذا البقر يشلونه. يعطيك العافية وصح الله لسانك. صح منه. الآن مع مداخلات الجمهور لضيفنا الشاعر الجزل اللي أمتعنا في هذه الأمسية، الصراحة أمسية استثنائية بجدارة، بحضور شعر قوي وإلقاء قوي جدا ومؤثر. ضيفنا الشاعر عبد الله عوجان من حائل، يا مرحبا فيك في تبوك، مرحب فيك مرة ثانية. والآن مع جمهورك في تبوك، جمهور الشعر اللي حاب يسأل سؤال أو عنده مداخلة للضيف يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء الأمسية وعنوانها وحضورها فاق الوصف، وشكرا على الأمسية هذه الجميلة. ذكر الشاعر الآن أحيانا يكون شاعر حدث، والشعور